نادي الفتح بيعمل كونترا وتعاقد مع جوزيه جوميش، يعتبر اغلى مدرب في تاريخ الفتح. ما هو حاجه مش طبيعيه برضه، والفتح مش من الانديه الغنيه يعني اللي تقدر تدفع 250 الف دولار لجوزيه جوميش. 250 الف دولار، اغراءات ماليه غير طبيعيه. وعلى فكره الناس عماله تتريق على الدكتور حسام المندوه امين الصندوق وتقول ده ابن 100 عقبه، وده يعني ده انا بحس ان هو مولود في الزمالك. على فكره الدكتور حسام المندوه كلامه صحيح 100%، والراجل بيتاخر له فلوس من السنه اللي فاتت، وكان فلوس بيدوها له يقول لها لا ادوها للعيبه وانا مش مشكله كده كده هاخد الفلوس يعني، وكان بيدي يطلع فلوس من جيبه، ما عندوش مشكله يعني خالص في الموضوع دوت.